بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، إن شاء الله تكونوا كامل لاباس وبصحة وبعافية. اليوم عندنا وصفة سهلة وسريعة وبزاف بنينة. نوع من أي نوع تاع المكرونة بالأجبان، روعة. في مقلة نحطوا شوية تاع زيت أو زبدة ونحطوا بصل مفروم ناعم، مقصوص مش مرحي يعني في الراب. وهنا كاين فرق كبير. ونحطوا معاه الثوم ونخلّيه يتكرمل. هذيا اللون هذا بالذات هو اللي راح يعطينا الذوق تاع المكرونة. نحطّوا معاه مغرف فرينة، ونحطّوا مغرف هريسة. هنا نحطّوا البصل اللي ما تحبش توصلوا لهذه المرحلة عادي، يعني تبّلوا عادي، بصح هذا يعطيها ذوق روعة. كي يولي مش محروق بزاف، هو بني غامق تقريبًا. ومن بعد نحطّوا مغرف طماطم صغيرة ونقلّيوها شوية نخلّيوها تتقلّى. هنا نمرقوا بالحليب عادي، حليب عادي، يعني كلشي اقتصادي في اقتصادي، ونخلّيوه يغلي. نحطّوا البهارات هنا ملح، فلفل، راس الحانوت، زنجبيل، كركم، فلفل عكري، تحب الحار تحب عادي. الحرورة يعني ما تجيش حارة قاطعة، بصح يعني هاكا شوية حرورة بالنسبة للي تحب الحار. هنا بعد ما غلا اللي تحب تخلّيها هك عادي، يعني أصلًا مش راح يبان البصل، بصح اللي تحب تصفّيه تصفّي. أنا عني ما نصفّيهش، هكا راهو ما يبانش، يعني من بعد كي نحط المكرونة ما يجيش ما يجيش أصلًا باين. بصح كاين الناس ما تحبش البصل ولا الثوم في الحاجة كي ياكلوها، يصفّيو. ها يعني أصلًا هي ماهيش كمية كبيرة. نخلّيه يغلي شوية تتقال يتقال هذا الخليط اللي أعطيناه نكهة البصل المكرمل. هنا أنا استعملت هذه النوع تاع المكرونة. نحطوه في الما يغلي وشوية ملح، ما نطيب تقريبًا طيب كامل طياب كلّي، نخلّيوه شوية برك لأنها من بعد راح باش تتشرب الصلصة اللي درناها، هي صلصة الحليب تقريبًا. بالنسبة للأجبان، أنا استعملت زوز أنواع تاع جبن مبشور، اللي تحبّوا، أي جبن يدوب. واستعملت هذا الجبن مربعات، واستعملت جبن أبيض عادي، يعني المهم يدوب مثلثات بالميزان اللي يساعدكم. المهم كل ما كان عندنا آمم أجبان أكتر تكون بنينة أكتر. هنا بعد ما غليناها وطابت مباشرة نصفيوها برك ونحطوها، أكيد ما نخليوهاش تبرد. نشلوها من الماء اللي غلينا فيه ونحطوها الطيب ونبداو نضيفو في الأجبان، نخليوها تتشرب مليح هاد الأجبان وهذه لاصوص البيضة، هو صوص تاع الحليب تقريبًا. ونبداو نحطو في الأجبان والنار ناقصة، إحنا نقصو باش نخليو فرصة للمكرونة تتشرب وللجبن يدوب. ونحرّكو مليح هذا النوع تاع الجبن ونخلّيوه لآخر، تسمى إنه هو يدوب كطبقة، نغلفوها كاملة وأنا حطيت يعني هادو بزاف، يعني 2 كعبات يدوبوا نحرّكوه تحريكة ويكون واجد، يعطينا ذوق روعة، روعة ذوقها. هنا في المرحلة هذه اللي تحب تزيد الثوم بالزيت ولا بالطماطم كيما تحبوا، تحطها قبل ما تزيد هذا النوع من الجبن، بصح هي هكا وحدها روعة، روعة، يعني ذوقها رهيب. هنا نغطيوها شوي نخليوه يدوب. تتشرب مليح الصلصة وتكون يعني واجدة، أسهل منها ما كانش وسريعة. هنا طبعًا كل واحدة واش تحب دير النوع تاع المكرونة، بصح هذا النوع أكتر نوع يناسب هذه الوصفة بالذات. هاي النتيجة نتحصلوا عليها ريحتها تشهي وتكون واجدة. نحطوا نقدروا نزيدوا هنا رشة تاع الجبن ولا الزيتون الأخضر ولا ممكن حتى خضر، جلبانة، آآ، جزر وعلاه لا. باش تزيد أكتر في الفايدة تاعها، وتكون واجدة، سريعة يعني 10 دقايق تكون واجدة، شهية طيبة وشكرًا.